السلام عليكم وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذه أبرز العناوين. السلطات المغربية تستجيب وتتدخل للبحث عن الدراجين المختفين في بوركينا فاسو. الجزائر حلقة جديدة كل يوم أربعاء تحت عنوان إحباط شحنات مخدرات قادمة من المغرب. تقرير إسباني يتهم المغرب بضرب الاقتصاد الأوروبي. السفير الفرنسي في المغرب ابني مسلم وصام رمضان كاملا. روسيا تفضح أكاذيب البوليساريو. بوريطة الدبلوماسية المغربية تشتغل تحت قيادة الملك محمد السادس. تفاصيل كل هذه العناوين تشاهدونها في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ ندعوك بدعمنا بالضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. أهلا بكم من جديد. تدخلت السلطات المغربية للبحث عن دراجين مغربيين مختفيين في بوركينا فاسو من خلال عدد من سفاراتها بالدول الإفريقية جنوب الصحراء. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أفادت سفارة المغرب في بوركينا فاسو عبر تصريحات صحفية أن السلطات المغربية تقوم بواجبها في البحث عن الدراجين المغربيين، وكلفت جميع سفاراتها بالدول التي مر منها الدراجين المختفيين بإعداد تقارير مكتوبة حول الموضوع. وقد أكدت السلطات البوركينافية أن الدراجين المغاربة دخلا البلاد في تاريخ محدد، كما أنه لم يتم تسجيل مغادرتهما، وهو الأمر الذي يفيد أن المبحوث عنهما ما زال داخل الجمهورية. ويذكر أن الدراجان المغربيان كانا يقومان برحلة على متن دراجتيهما الهوائية من المغرب نحو السعودية من أجل الحج عبر عدد من الدول الإفريقية، قبل أن تنقطع أخبارهما عن عائلتهما. وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن القبض على 21 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر ب4 قناطير و62 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 100,107 قرصا مهلوسا. ويأتي ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية تناقله الإعلام الرسمي المحلي، وفي سياق ما أسماها الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها. وذكر البيان العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الجزائري. وسخر الإعلامي المغربي محمد واموسي من بيان وزارة الدفاع الجزائرية الذي أصبح مألوفا كل يوم أربعاء، حيث نشر تدوين على صفحته الفيسبوكية جاء فيها: والآن يتجدد موعدكم مع المسلسل الأسبوعي الذي يبث كل أربعاء 4 قناطير من المخدرات على حدودنا مع المروك. وبدوره سخر الإعلامي المغربي المصطفى العسري من البيان من خلال تدوينته على الفيسبوك، قال فيها: اليوم إيه يا ولاد؟ اليوم الأربعاء يا أستاذ، وكيف عرفتوها يا شطار؟ وقالت جريدة الكومينيستا الإسبانية أن المغرب يسعى للإضرار بقطاع النسيج الإسباني والأوروبي عبر تخفيف شروط التصدير، ليتمكن من بيع منتجات النسيج من آسيا إلى أوروبا دون دفع الرسوم الجمركية. وهي الممارسة التي يرى مهنيو القطاع في إسبانيا أنها ستشكل ضربة قوية لهم. وحسب الجريدة الإيبيرية، يعتزم المغرب استغلال بنود اتفاقية بانيو بشأن قواعد المنشأ، حيث لا يمكن للمغرب حاليا تصدير منتجات النسيج إلى أوروبا بدون رسوم جمركية، ما لم يكن منتجا أصليا أو خضع لتحويلين على الأقل. وأضافت الإيكونوميستا أن المغرب يدرس تعديل هذه القواعد الصارمة والسماح بإمكانية إجراء تحويل واحد لتحقيق شرط المنتج الأصلي، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى دخول محتمل لمنتجات من دول ثالثة بدون
دون رسوم جمركية إلى أوروبا بسبب إمكانية استيرادها بسهولة دون تكلفة. وقال السفير الفرنسي في المغرب كريستوف لوكورتي بأن لشهر رمضان قيمة خاصة لديها. وقال السفير في مقطع فيديو نشر في الحساب الرسمي لسفارة فرنسا في المغرب أن شهر رمضان له مكانة خاصة في قلبه، وهو الشهر الذي صامه المسلمون وعززوا في روابطهم العائلية والاجتماعية، مقدما تمنياته الطيبة لجميع المغاربة. وأضاف: لهذا الشهر بالنسبة لي قيمة خاصة، أولا لأنني عشته في المغرب لأول مرة في حياتي، وأيضا لأن ابني وهو مسلم صام رمضان وهو متعلق جدا بشهر رمضان. ورد وزير الخارجية الروسي على أكاذيب الذباب الإعلامي للجبهة الانفصالية البوليساريو الاثنين الماضي، التي ادعت أن روسيا تتهم الغرب بالتخريب وانتهاك قرارات تطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق إعلام الانفصاليين. وذكر بيان أن وزير الخارجية الروسي لم يأتي في خطابه 25 دقيقة على ذكر نزاع الصحراء، بل انتقد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، ولم يكن لذلك علاقة بنزاع الصحراء كما يتوهم إعلام الانفصاليين، بل لأن هذه البلدان رفضت الاعتراف بالاستفتاءات على تقرير المصير التي نظمتها في المناطق التي تقع في الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا، ومنها دونباس ودونيتسك ولوغانسك. وفي سياق متصل، كان المغرب قد صوت في 12 من أكتوبر الماضي لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدين ضم روسيا لأراضٍ أوكرانية. ويشار إلى أن تلك كانت المرة الأولى التي يشارك فيها المغرب في التصويت بشأن الحرب في أوكرانيا، في الوقت الذي كان قد تغيب عن جلسات التصويت خلال اعتماد قرارات 22 من مارس و7 من أبريل 2022 مثلا. وبينما يحاول ما يسمى بوسائل إعلام البوليساريو إقحام روسيا بكل الطرق غير المشروعة، بما فيها تحريف التصريحات لا تحظى قضية الصحراء بأي أولوية بالنسبة إلى الدبلوماسية الروسية، ولا رغبة لموسكو في أن تستميل بلدانا إفريقية إلى صفها، ولا على الأقل دفعها إلى تبني موقف محايد في الحرب التي تشنها على أوكرانيا، كما هو الحال مع المغرب. ويسمح المغرب للطائرات الروسية حتى التي تحمل على متنها وزراء، آخرهم لافروف الأسبوع الماضي، بالهبوط في مطاراتها للتزود بالوقود قبل أن تواصل رحلاتها نحو القارتين الأمريكية والإفريقية. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم الأربعاء بالرباط إن الدبلوماسية المغربية تستثمر الإصلاحات التي تقوم بها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضح السيد بوريطة في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للندوة المنظمة من طرف النادي الدبلوماسي المغربي بتعاون وتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في موضوع الإصلاحات الملكية الكبرى وتأثيرها على دينامية العمل الدبلوماسي المغربي، أن الإصلاحات العديدة التي قام بها المغرب لم يقتصر تأثيرها على المستوى الوطني فقط، بل كان لها كذلك أثر على المستوى الدولي. وتابع السيد بوريطة خلال هذا اللقاء الذي يأتي احتفاء بالذكرى 67 لليوم الوطني للدبلوماسية المغربية أن الإصلاحات التي تم إنجازها سواء في مجال مكافحة التطرف والإرهاب أو المجال البيئي أو الهجرة نابعة من قناعة مغربية وفي سياق مغربي، مبرزا أن الإجابات التي قدمها المغرب كانت مفيدة أيضا لإشكالات دولية. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تستفيد منها الدبلوماسية المغربية لأنها تعطي مصداقية لمقاربة هذه المواضيع من منطلق تجربة المغرب، وهو ما يعطي للدبلوماسية
المغربية مصداقية أكبر من أجل التموقع، وقال ليس من قبيل الصدفة أن الميثاق العالمي للهجرة تمت المصادقة عليه بمراكش، وأن المغرب يترأس منذ 7 سنوات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وأنه رئيس مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا أفريكا فوكس جروب التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش. وأكد أن جلالة الملك اختار الإصلاح كأداة لتوطيد الاستقرار، فدخل بذلك المغرب في إصلاحات شاملة اقتصادية واجتماعية وقانونية ودستورية. وشدد السيد بوريطة على أن الإصلاح بالمغرب موضوع شامل وليس موضوعا مناسبا أو إصلاحا تحت الضغط، مسجلا أن المغرب لا يقوم بإصلاحات لإرضاء أو تحت ضغط أي جهة، بل هو نابع من قناعة جلالة الملك محمد السادس بكون الإصلاح عنصر أساسي لتثبيت الاستقرار والتجاوب مع رغبات الشعب المغربي. وأوضح أن الدبلوماسية المغربية كان لها دور مزدوج في هذه الإصلاحات، أولا عبر تغذية الإصلاحات من خلال فتح المغرب على الخارج، وثانيا من خلال الترويج للإصلاحات بالخارج وتحويلها لمكسب دبلوماسي، مشيرا إلى أن الإصلاحات ونتائجها ومساراتها تشكل أداة قوية لتعاون المغرب مع الدول الأخرى، وخاصة في إطار التعاون جنوب. وتوقف السيد بوريطة في هذا الإطار عند تجربة المغرب في مواجهة جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن رؤية جلالة الملك كانت منذ بداية الجائحة قائمة على 3 نقط: الأولى بأن لا يكون المغرب عالة على أي دولة أخرى، وأن نواجه مشكلاتنا انطلاقا من مقوماتنا وإمكانياتنا، والثانية تتعلق بتقاسم ما توصلنا إليه مع إخواننا وشركائنا، والنقطة الثالثة أن نستفيد من هذه التجربة. وأضاف أن المغرب قام بمجموعة من الإجراءات لمواجهة الجائحة ولم يكن عالة على أي دولة، بل طور نفسه واعتمد على مقوماته، وأنه عندما قام بتصنيع وسائل الحماية من الوباء كان أول ما فكر فيه جلالة الملك هو كيفية تقاسم هذه الأمور مع الدول الإفريقية. وخلص إلى أن الإصلاحات التي قام بها المغرب لها تأثير اليوم على الدول التي تطور موقفها من القضية الوطنية، وكذا الدول التي تختار المغرب كشريك، معتبرا أن هذه الإصلاحات في بعض الأحيان تزعج البعض ويعتبرها البعض تحديا مما يخلق سوء فهم. وإلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي هذه النشرة الإخبارية، فلا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لتتوصلوا بجديد أخبار المغرب، ونراكم في النشرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.